بدعوى من وزارة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني وحركة الشبيبة الطلابية في الجامعات الفلسطينية، اعتصم المئات أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة صباح اليوم للتضامن مع الأسيرة هناء شلبي المضرب عن الطعام منذ أكثر من 34 يوما، والتي أدخلت إلى المشفى لتلقي العلاج بعد تدهور حالتها الصحية. كان حقيقة وضع الأخت هناء شلبي وضع خطير جدا، حيث نقلت بالأمس إلى المستشفى، وذلك يدلل على خطورة وضعها. وكل التقارير التي وردتنا من خلال المحامين الذين قاموا بالزيارة والاطلاع على أوضاعها أنها تعاني أمراض خطيرة جدا. هناك إرهاق كامل في كل جسمها وجسدها وأعصابها وعدم قدرة على الحراك، ونحن نضع إسرائيل أمام مسؤولية قانونية ودولية، ونطالب المجتمع الدولي سرعة التدخل من أجل إنقاذ الأسيرة البطلة هناء الشلبي. نحن نحمل إسرائيل ونطالب من كل المجتمع الدولي وبكل مؤسساته الحقوقية والإنسانية والقانونية أن تستصرخ ضميرها من أجل التحرك لإنقاذ الأسيرة هناء الشلبي. انطلق المعتصمون من ساحة الصليب الأحمر إلى ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات في مقر المقاطعة الذي يكون وجهة لكل من يعاني ظلم الاحتلال. فالأسيرة هناء شلبي وقبلها خضر عدنان انتصروا على جلادهم بصبرهم وإيمانهم بقضيتهم العادلة. ورغم أنهم يخوضون هذه المواجهة بالجوع وسلاحهم الأخير داخل السجون، برغم الظروف القاسية داخل السجون، إلا أن هذه الإضرابات وضعت إسرائيل أمام مأزق أخلاقي وقانوني، وفضحت السياسات الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي كدولة إسرائيلية فوق القانون، دولة تنتهك القانون الدولي الإنساني في معاملتها مع المعتقلين. وأيضا فتح ملف الاعتقال الإداري بشكل واسع كاعتقال محرم، اعتقال يستخدم بطريقة تعسفية بحق الأسرى، وبالتالي إسرائيل الآن هي في مأزق أمام الرأي العام الدولي، مأزق أخلاقي ومأزق قانوني كدولة تنتهك كل مبادئ حقوق الإنسان وأحكام القوانين الدولية. والدة الأسيرة هناء شلبي هي أيضا مضربة عن الطعام كما ابنتها، تحدثت بكلمات يعتصرها الألم، حيث دعت العالمين العربي والدولي للوقوف مع قضية الأسرى العادلة، ومن بينهم ابنتها التي فضلت الجوع بكرامة، وأمنيتها الوحيدة هي أن تكون ابنتها في حضن دافئ يبرد نار قلبها. رسالتي للعالم، أنا بوجه رسالتي لرؤساء العرب، وينهم نايمين سكرانين، يصحوا ولو ساعة، يصحوا ولو يوم، يحسوا بأولادنا، يحسوا ببناتنا، يحسوا بعرضهم، يحسوا بأولادنا اللي عند الظالمين اليهود، اللي عند ميتين هم طيبين، هم أحياء مقبورين بالأرض، ما حدا حاسس بيهم، ما حدا سائل بيهم. أولاد الشعب الفلسطيني هذا اللي بدافعوا عن أرضهم، عن وطنهم وعن القدس الشريف. يحسوا العالم كله، تحس الأسرى، يحسوا بالأسرى، لأنهم مش يعني مأسورين، هم ميتين عند اليهود، ميتين، هم حي. ما شفتها ولا مرة، ما سمحوا لي أشوفها من يومتها وأنا أودع فيها، ما شفتها لحد الآن، بحلم بيها وأشوفها بالمنام، ما شفتها. سارت أقدامهم من ساحة الصليب الأحمر وصولا إلى ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات ليقولوا له كلمة واحدة: نم قرير العين فتركت خلفك رجالا يدافعون عن الأسرى. من ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات، أحمد براهمة، لمفوضية الإعلام والثقافة.